الكلام عن الجودة بقى مكرر، لكن الجديد ان سيبايوس وصل الى مرحلة قوية جدا مع ريال مدريد. سيبايوس بقى بيتحكم في الماتش حسب رؤيته، وبيوجه اللعيبة يمين وشمال وخلق مساحة وفك ضغط. تقمص روح الكبار كجودة وروح وشخصية وتنظيم لإيقاع وتحكم في الريتم. بيحل مشاكل الملعب حرفيا وبيخلق تصورات للملعب. سيبايوس خلق روح جديدة في ريال مدريد ورجعته من فجوة جديدة سواء هو او ريال مدريد بعد اعتزال كروس. سيبايوس دايما كان عنده القدرات لكن ما كانش عنده الثقة ولا الصلابة، ودول الحاجتين اللي كان محتاجهم بس عشان ينسي الناس كروس. يمكن قوة تسديد وإتقان كروس لنقل الملعب كانت خيالية، لكن سيبايوس قدرته في حمل الكرة أو الخروج من الضغط كانت برضه خيالية. سيبايوس متنفس ريال مدريد حاليا، لاعب الوسط الأقوى داخل ريال مدريد بكل حيادية. بيساعد بيلينجهام بشكل كبير جدا إن هو يظهر كلاعب حر أكتر، وكمان كسب ثقة زمايله بشكل مرعب. اللي بيشوف سيبايوس حاليا هيعرف إن ريال مدريد عندها معلم في وسط الملعب لا يقل شيء عن المصنفين عالميا.